وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة وإمام الهدى سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور من حيث نهضتها وانتشارها في العالمين. وفي هذه الحلقة نتناول أضواء على تاريخية اللغة العربية في الصومال، وهو الجزء الثالث. وفي هذه الحلقة نقرأ من كتاب للكاتب الصومالي بعنوان الثقافة العربية وروادها في الصومال. هذا الكتاب تحدث عن اللغة العربية وثقافتها، وهو الدكتور محمد حسين معلم علي أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية في الجامعة الإسلامية في الصومال. يتناول فيها تاريخية اللغة العربية في بلاد الصومال. فيقول الأصول التاريخية لتسمية الصومال. هذه مقتطفات من كتاب الثقافة الإسلامية وروادها في الصومال. وردت أخبار بلاد الصومال في كتب القدامى، وهذه المنطقة التي تشمل ما يسمى القرن الأفريقي، وهي إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال، كانت لها حضارات ومرت بها أمم عدة، وأقامت حضارات وسلطنات وممالك إسلامية، فتعرف منذ القدم هذه المنطقة. وأشار الكتاب من الرحالة والجغرافيين العرب إلى الصومال في ثنايا كتبهم، ذاكرين أحوال العباد والبلاد سواء في النواحي السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، غير أنه ينبغي أن نعرف أن المعلومات التي نقلها هؤلاء ليست غزيرة وكافية، بل من الصعب أن تكون تلك المعلومات كافية ويمكن الاعتماد عليها لإبراز حقيقة أوضاع البلاد وأحوالها التاريخية والحضارية، دون الرجوع إلى ما تنقله المصادر الأخرى، حيث أن الرحالة والجغرافيين لم يتوسعوا في نقل المعلومات التاريخية والحضارية، بل إن أخبارهم كانت تنحصر فقط في جوانب ضيقة لا تشمل تلك المعلومات التي نقلوها من الأقطار الإسلامية الأخرى كاليمن والحجاز والعراق والشام ومصر وبلاد المغرب الإسلامي، وحتى بلاد الأندلس. كما أنه ينبغي أن نعرف أن المصادر القديمة لم تذكر الصومال باسمها الحالي، أي كلمة الصومال أو دولة الصومال الحالية لم تعرف في ذاك الوقت باسمها الحالي المعروف رغم الحديث عنها والإشارة إليها، وإنما بأسماء أخرى. ومن بين الأسماء التي كانت تطلق على البلاد والعباد اسم بربراوي. هذه كانت تطلق هنالك مدينة اسمها بربرة في الصومال، كان يطلق على هذه البلاد منذ القدم باسم بربراوي. وقد أطلق عليهم هذا الاسم مؤرخو اليونان والرومان في العصور القديمة، وإن كان هذا الاسم تغير إلى البربر من قبل مؤرخي العرب في العصور الوسطى، ثم تحول الاسم إلى بربر نسبة إلى مدينة بربرة الواقعة على الساحل الصومالي الشمالي مقابل خليج عدن.
فكان يطلق عليها وأطلق عليها الرومان واليونان ببربر. ومن الأسماء أيضا بلاد بونت، وقد كان المصريون القدامى يعرفونها بهذا الاسم دون غيرهم، ولا سيما في فترة الملكة حشتبوست وبعثتها المشهورة إلى الصومال. وقد دون المصريون القدامى أخبار هذه الرحلة على الجدران والمعابد في مدينة الأقصر. كما أن اسم أزانيا قد استعمله الكتاب الجغرافيون الإغريق والرومان القدامى للدلالة على بعض الأجزاء الجنوبية من الصومال. وعرفت البلاد أيضا في عهد الأسرة الأولى من العصر الفرعوني الأراضي المقدسة، حيث كانوا يعتقدون بأن إلها لهم يظهر في كل يوم على أرض بلاد الصومال. وعرفت أيضا بأنها بلاد البخور والعطور والأشجار الكريمة. وكانوا يعرفون أيضا بلاد الذهب والعطور. وثمة اسم آخر كان يطلق على بلاد الصومال من قبل الفينيقيين، وهو اسم إقليم البخور، نسبة إلى البخور والعطور التي كانت الصومال مشهورة في تلك التاريخ. ويطلق على المناطق الشمالية الشرقية للصومال المتاخمة للساحل باسم بر عجم. بر عجم هو البر عجم، يعني من البر والعجم، كلمة مزدوجة. وقد حرفه الصوماليون إلى بر عجن، وظهرت هذه التسمية على بعض الخرائط القديمة للصومال. ولم تخلو المصادر الإسلامية في العصور الوسطى من ذكر الصومال، حيث ورد ذكرها في هذه المصادر في عدة جوانب مختلفة تتعلق بتاريخ الصومال وحضارته. تلك التعاريف التي كانت قبل الإسلام من الفينيقيين ومن المصريين والرومان وغيرهم كانوا يطلقون عليها بتلك الأسماء. أما حينما جاء الإسلام وظهرت الدولة الإسلامية كان هنالك علماء جغرافيون مسلمون والتاريخيون يكتبون عن التاريخ. فهذا أبو الحسن المسعودي الرحال الجغرافي عرف الصومال بأرض الحبشة. فأرض الحبشة نسبة إلى قبيلة حبشة العربية التي وصلت إلى هذه المناطق قبل الإسلام بعدة قرون. وفي مكان آخر أطلق عليها أي الصومال بلاد حافون. أما ساحل الصومال فسماها ببحر الزنج، وتارة بخليج البربري نسبة لمدينة بربرة التي تقع في الساحل الصومالي. ومن الجدير بالذكر أن المسعودي أول من فرق وميز بين أهل بربر في الصومال وبين البرابرة في شمال أفريقيا. هنالك قبيلة بربر موجودة في شمال أفريقيا، ومن ما نعرف هناك قائد طارق بن زياد البربري الذي فتح شمال أفريقيا والأندلس. ففرق المسعودي بين هذه البلاد، بلاد الصومال وبلاد البرابرة في شمال أفريقيا. وأبو الحسن المسعودي هو كان إخباريا صاحب ملح وغرائب وفنون، وكان معتزلا تتلمذ على أيدي مشايخه عدة أمثال بحنيفة الجحمي ونفطوي. مات في جماد الآخر سنة 45 الهجرية. عنده كتاب التاريخ سماه مروج الذهب ومعادن الجوهر. مروج الذهب ومعادن الجوهر هذا كتابه التاريخي. وأما الشيخ الإدريسي فقد أطلق اسم أرض بربرة على بعض مدن الصومال مثل مركا
وبراوة. هذه مناطق مشهورة وقديمة وموجودة حتى الآن على ساحل المحيط الهندي. وأطلق عليها في مواضع أخرى من كتابه الإدريسي. عنده كتاب اسمه نزهة المشتاق في احتراق الآفاق. فهذا كتابه اسمها أرض الحبشة. وأطلق في مواضع أخرى أيضا على بعض أجزاء من الصومال باسم الهاوية نسبة، ولعله يقصد بتلك القبيلة الصومالية الكبيرة التي ما زالت تسمى الهوية، في قبيلة اسمها الهوية الآن والتي تقطن غالبيتها في جنوب الصومال. وهكذا. والجغرافي في كذلك ياقوت الحموي، وهو من الجغرافيين الإسلاميين أو المسلمين، يسمي أرض الصومال باسم بلاد الزنج. وفي موضع آخر قال: ويقال لبلاد هؤلاء سواحل بربرة. يعني كلمة الصومال لا تجد لها اسم لا مرجع في القدم. الجدير بالذكر أن ياقوت الحموي يذكر منطقة اسمها سمالي بالسين وليس، والصحيح في نطق الصومال بلاد الصومال بالسين وليس بالصاد. سمالي بفتح أوله وآخره دون أن يحدد في أي بقعة كانت من العالم، وإنما يكتفي بأنها اسم موضع فقط. والدمشقي شيخ الربوة يسمي الصومال بأرض الزيلع وتارة أرض أوقل نسبة إلى إمبراطورية أوقل الصومالية القديمة، كما أن الدمشقي يطلق على بعض أجزاء من الصومال بأرض الهاوية، معناها قبيلة الهوية مثله مثل الإدريسي. وأبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي الملقب بشهاب الدين الأديب الأوحد السفار النحوي، يعني كان كثير السفر، والأخباري والمؤرخ الجغرافيا، وكان شاعرا متقنا جيد الإنشاء. توفي في 20 من رمضان سنة 26 و600 عن عمر يناهز 52 سنة، وصنف عدة كتب منها معجم البلدان وكذلك كتاب معجم الأدباء المشترك وضعا والمختلف سقعا، وكذلك وغير ذلك. إذن في كتابه معجم البلدان ذكر أن هذه البلاد كانت تسمى بهذه الأسماء. وهذا الدمشقي شيخ الربوة يسمي الصومال بأرض الزيلع وتارة بأرض أوقل. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الأعزاء. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم في شرف العربية بعد فاصل قصير، ونواصل ما انقطع عن الحديث. وفي هذه الحلقة كما قلنا نأخذ مقتطفات من كتاب الثقافة الإسلامية أو الثقافة العربية وروادها في دولة الصومال. وكما ذكرنا هو تحدث عن أصل كلمة الصومال قديم وحديث، فتوقفنا أن الشيخ الدمشقي وهو شيخ الربوة عنده كتاب اسمه تحفة الدهر في عجائب البر والبحر. عنده كتاب ذكر أن بلاد الصومال كانت تسمى بأرض الزيلع، ما زالت الزيلع هي مدينة على منطقة جيبوتي حاليا، وتارة بأرض أوقل نسبة إلى إمبراطورية. وكذلك اتفق مع الإدريسي في أنها كانت تسمى بالهاوية أو لقبيلة الهوية الصومالية المتواجدة في جنوب الصومال.
ورغم أن الرحال المغربي أبا عبد الله بن بطوطة من الرحالة المتأخرين الذين زاروا بلاد الصومال، إلا أنه لم يذكر اسم الصومال مع أنه طاف القطر الصومالي شمالا وجنوبا. وهو مولود سنة 779 هجرية مع الموافق 1377 ميلادي، فهو لم يذكر بلاد الصومال بهذا الاسم الحديث، ورغم أنه هو طاف القطر الصومالي شمالا وجنوبا، وإنما اقتصر على بعض مدنها الساحلية والتاريخية، كما اقتصر على وصف أهل البلاد بأنهم برابرة من طوائف السودان، برابرة لمنطقة بربرة الموجودة على الساحل البحر الأحمر. ويتضح مما سبق أن اسم الصومال المعروف حاليا بجمهورية الصومال بالصاد لم يرد ذكرها على ألسنة الأمم والطوائف السابقة، كما أنه لم تذكر المصادر العربية في العصور الوسطى والتي نقلت إلينا معلومات مهمة تتعلق بتاريخ الصومال السياسي والحضاري والثقافي والاقتصادي. رغم أن هذه المصادر ذكرت بإسهاب أخبار بعض المدن والموانئ الصومالية مثل زيلع وبربرة وحافون ومقديشو ومركا وبراوة، ولعلنا نستشف من ذلك بأن اسم الصومال لم يكن معروفا في تلك الأزمنة رغم شهرة المدن الساحلية التي ذكرناها آنفا. وهذه المدن كانت فيها حضارة وكانت فيها دول وكان فيها منارات علم، لذلك كانت معروفة بهذه الأسماء ولم تعرف بما يسمى الآن ببلاد الصومال أو بجمهورية الصومال. إذن متى ظهر اسم الصومال كمصطلح جغرافي على المواقع الحالية، على الموقع الحالي للمنطقة، متى ظهر هذا الاسم؟ أو يدل على القاطنين من بني الإنسان في هذا الموقع، متى ظهر وكيف يدل على القاطنين من بني الإنسان في هذا الموقع؟ بعد تتبع هذا صاحب الكتاب الثقافة العربية في الصومال وروادها، يقول بعد تتبع عدد من المصادر العربية ولا سيما الجغرافية منها، نجد أن اسم الصومال ورد لأول مرة في أواخر القرن 9 الهجري 15 الميلادي، ففي كتاب 3 أزهار في معرفة البحار لشهاب الدين أحمد بن ماجد النجدي، كتاب يسمى 3 أزهار في معرفة البحار لشهاب الدين أحمد بن ماجد النجدي، كان حيا في سنة 895 هجرية الموافق 1490 إلى 1490 ميلادية. نجد أن اسم الصومال بالسين، الصومال بالسين مذكورا في أرجوزة قائلا، والحقيقة أن أحمد بن ماجد لم يقتصر في ذلك، وإنما أورد في خريطة العالم التي كان تطلق عليها بالسين وليس بالصاد الصومال. فشهاب الدين أحمد بن محمد السعدي النجدي من نجد، هو أشهر ربان في زمانه، يعني كان يركب البحار وأهدى الناس في البحار وطرقها بين الهند وجزيرة العرب وأفريقيا، وكان مع ذلك صاحب تآليف متعددة في طرق البحار والأمور الملاحية نثرا ونظما. إذن يقصد أن هذه المناطق كانت أو المنطقة أطلق عليها الصومال بالسين وليس بالصاد. والحقيقة أن أحمد بن ماجد لم يقتصر في ذلك، وإنما أورد في خريطة العالم التي رسمها وخططها بنفسه باسم سامالي، يعني ليس صومالي، سامالي. وقد استخدم أحمد بن ماجد اسم الصومال بالسين بكثرة في كتابه الفوائد في أصول علم البحر والقواعد والفصول.
كتابه هو الفوائد في أصول علم البحر والقواعد والفصول، كما أنه أورد أغلب المدن الصومالية الساحلية الواقعة على البحر الأحمر أو المطلة على المحيط الهندي. وقد جاء بعد ابن ماجد بحار ماهر يطلق عليه سليمان بن أحمد المهري، الذي أكثر من استخدام اسم الصومال بالسين، ولا سيما في كتابه العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية، فهو أطلق اسم الصومال بالسين وليس بالصاد. ولا سيما في كتابه العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية وشرح تحفة الفحول في تمهيد الأصول في أصول علم البحر، هذا كتابه ذكر فيه نطق فيه الصومال بالسين وليس بالصاد. ويشير بعض الباحثين إلى أن اسم الصومال ظهر في القرن الخامس عشر الميلادي على لسان أحد الشعراء الإثيوبيين في أنشودة حبشية تخلد انتصارات النجاشي إسحاق على إحدى السلطنات الإسلامية في القرن الإفريقي، وهي سلطنة وفات، كما ذكرنا هنالك في حلقة مفردة السلطنات والممالك التي نشأت وكانت تعرف ببلاد الطراز الإسلامي في ذلك الوقت. وكان هنالك صراع بين هذه الممالك ومملكة الحبشة أو النصارى، فعندما انتصر هذا النجاشي، والنجاشي معناها باللغة العربية معناها الملك، النجاشي نجاش هو ملك، ملك الحبشة كان يطلق عليه النجاشي، ومن ضمن النجاشي أسحم رضي الله عنه الذي آوى المهاجرين من الصحابة رضوان الله عليهم. ثم ترددت كلمة الصومال بعد ذلك كثيرا في كتابات المؤرخين الذين جاءوا بعد تلك الفترة، أي بعد ما في القرن الخامس عشر الميلادي جاء بعض الكتاب وذكروا كلمة الصومال بالصاد. ومنهم في كتاب المؤرخ الشهير عرب فقيه وهو من اليمن. إذن هذه معلومات عن أصول كلمة الصومال التي تطلق الآن على جمهورية الصومال في القرن الأفريقي. ومهما كان الأمر فإن الباحثين اختلفوا حول مدلول كلمة الصومال ومؤداها الحقيقي، ما معنى الصومال ولماذا أطلقت. إلى الآن لم تكن هنالك حقيقة، ولكن هناك اجتهادات كما يقول صاحب الكتاب. كما أنهم اختلفوا في أصل الكلمة، فمنهم من ذهب إلى أن الكلمة مأخوذة من كلمة سمل العربية، وكانت تطلق أحد زعماء القبائل الصومالية، لأن سمل فقأ عين أخيه، سمل معناها فقأ عين أخيه، وهذا بعيد الاحتمال، والظاهر أنه نوع من التفسيرات اللغوية التي يلجأ إليها الناس عادة لتفسير ما غمض عليهم من الأشياء. ولو أن الغموض من الشائع في تاريخ أي مسألة صومالية ما أعطى الفرصة لجميع المقرضين أن يمدوا أيديهم ويدخلوا فيه ما يشاءون. فهذا اجتهادات كما قال صاحب الكتاب، كتاب الثقافة العربية وروادها في الصومال. وهناك من يرجع أصل كلمة إلى أحد مصدرين أو إلى الاثنين معا، وهما وادي شمائل الموجود في عمان. ارتباط هذه المنطقة بالجزيرة العربية وبمنطقة الخليج حاليا منذ القدم، كان هنالك تسميات مشتركة بين الساحل الأفريقي والساحل العربي في ما يسمى بحر الغلزم أو البحر الأحمر. فوادي اسمه شمائل الموجود في عمان في جنوب شرق الجزيرة العربية، أو وادي صومل الموجود في اليمن على مسافة من صنعاء. وفي هذه الحالة يكون هذا الاسم في صورته المحرفة قليلا. قد جاء مع جماعات عربية جاءت إلى الإقليم، جاءوا من هذه المناطق
وسميت هذه المنطقة أو أطلق على هذه المنطقة مصطلح شمائل، هكذا يعني. وهذه اجتهادات كما يقول صاحب الكتاب، ولكن ما أشير إليه المصدر الأول بأن كلمة الصومال جاءت نسبة إلى وادي شمائل الموجود في عمان، وهو بعيد الاحتمال لعدم وجود توافق أو تقارب بين الكلمتين سمالي وشمائل، ليس هنالك اتفاق بين الكلمتين، ولكن كما قلنا هو اجتهادات المؤرخين. وكما أنه لم ينقل هذا الأمر أحد من أهل عمان أو الصومال رغم العلاقات التاريخية القديمة بين البلدين وتبادل الهجرات عبر التاريخ، ولا سيما الشق الجنوبي من البلاد التي استمرت فيه هذه العلاقات حتى العصر الحديث. العلاقة بين شرق إفريقيا وعمان من الصومال أو من أريتريا إلى كينيا إلى زنجبار، هذه المناطق كان هنالك قبائل عمانية جاءت واستقرت في هذه المناطق. أما الاحتمال الثاني هو المصدر الثاني الذي يرجع إليه الصومال إلى وادي صومل الموجود في اليمن، فأول من ذكر ذلك هو الكاتب عبد المنعم عبد الحليم، حيث قال: تبين لي عندما كنت أعمل ببلاد اليمن أنه يوجد فعلا واد يسميه اليمنيون وادي الصومال، أو بالأصح وادي صومل، وهو واد صغير يقع عند خط عرض 16 درجة شمالا. وهذا أيضا مما ذكره صاحب الكتاب، إنه اجتهادات المؤلفين وكذا. إلى لقاء آخر في حلقة جديدة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي